السلام عليكم. الحاخام الفيزازي هذا يعتبر رجل دين في المروك. هذا كان راقي سابقا، كان يرقي المضامات أقل من 25 سنة. ما كانش يرقي في الزيوت ولا في الماء، ولا هذا يرقي في الراد بول. هذا أنا جامي شفته يتكلم على التوحيد ولا على السنة، ولا شفته يفتي على التطبيع الديانة الأبراهامية ولا غلق المساجد مؤخرا، ولا يتكلم على العيد الأضحى، يعني بما أنه هو متخصص في الجانب الديني. هذا يخرج غير من رمضان يدير فتوى على التمور الجزائريه. قال لهم حرام تناول التمور الجزائريه، قال لهم تمور مسرطنه وتعرضت لاشعاعات نوويه بحكم التجارب اللي دارها الاستعمار الفرنسي في منطقه رقان. دروك نحسبوا كما تقولون نتوما باللهجه نتاعكم بالكيلومتر، نحسبوا المسافه ما بين منطقه رقان اللي داروا فيها التجارب النوويه، المسافه بينها وبين منطقه بسكرة والمغير والمناطق هذو اللي تنتج التمور، ونعاود نديروا مقارنة ما بين المسافة عاود ما بين رقان وما بين المدن المروكية. نشوفوا بلي المسافة ما بين رقان ومنطقة بسكرة والمناطق اللي تنتج تمور أطول وأبعد من المسافة اللي ما بين منطقة رقان والمدن المروكية حتى الأقصى الشمال طنجة لهيه. يعني المروك راح تكون أكثر ضرر. هذه بالمنطق نتاع الخريط اللي راك تتكلم به. يعني التمر اللي عندك في المروك هذاك اللي يقولوا له المجهول، سبحان الله التمر يسميوه مجهول، وتحتمت علينا اننا نقارنوا دقلة نور مع التمر المجهول داير كما البعر تاع الغنم، حاشا نعمة ربي. لا غالب محتمه كما تقارن الجزائر مع المروك. يعني التمر نتاعك راح يكون اكثر ضرر. انا جي بريفير ناكل دقلة نور مسرطنه وما ناكلش تمر مجهول مسرطن. وقال لك المرار راهم ينضروا من التمور هذه، راني معاك في هذه ينضر. واحد اللي يكون مدريسي لي سطوما تاعه غير على الخبز ولا تاي، ويعاود يخلعها بعرجون تاع دقلة نور، لي سطوما تاعه ما تقراش دير ايرور. وانت الفيزازي الا خلاك محمد السادس الا خلاك هذا العام تصوم باش تحلل صيامك، كابريز ولا بشوينغوم ولا، مع العلم انه راني غير نشرح لك دقلة نور هذه ما راش بايره هنا عندنا في الجزائر، ولا دي ماشي مخدرات. هذه راه عليها الطلب في اوروبا، دي ماشي ممنوعات ولا تحوس كيش هكا تصدرها ولا، عليها الطلب في اوروبا في الخليج في هذه. يعني غير راني نوضح لك والسلام.